اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي، سهلة وسريعة. الفراخ بعيش التورتيلا. زي ما احنا شايفين كده البهارات بتاعتنا عبارة عن بابريكا مدخنة، كمون، فلفل اسود، البهارات المشكلة او البهارات السبعة، ومعايا معلقة توم باودر، ومعايا معلقة ملح. طبعا البهارات دي لو عايزة تضيفي اكتر اقل دي حاجة ترجعلك. ومعايا دبس الرمان، هننزل عليها بمعلقة كبيرة كده حلوة، ومعلقة صويا صوص. بس دي اللي انا هحطه. عايزة تضيفي اكتر، عايزة تحطي حاجات اكتر من كده دي حاجة ترجعلك. طبعا البهارات دي كلها تقلبيها تقليبة حلوة كده لحد ما تحسي ان كلها لون واحد، لحد ما تتجانس كده كلها مع بعض وتمتزج ببعضها كده، لان طبعا البهارات دي هتديها طعم حلو قوي. انا بعد ما عملتها وقلبتها تقليبه كويسه جدا لفتها في استرتش راب ودخلتها التلاجة، سبتها ساعتين عشان تتبل من البهارات، والفراخ كده تشرب البهارات بتاعتنا. اهم حاجه انك تقطعي شرايح الفراخ تقطيعه رفيعه جدا زي ما احنا شايفين كده. خلاص بعد ما طلعت من التلاجة بعد كام ساعه، طاسة على النار، نزلت عليها بزبدة. عندك زبدة، عندك سمنة، عندك زيت، اي مادة دهنية انت بتحبيها وتفضليها. بعد كده سخنت الطاسة بتاعتي. ليه بتسخني الطاسة؟ عشان تدي صدمة للفراخ وما تنزلش السوائل بتاعتها وتبقى كده من جوه ناشفة ومن بره ناشفة. انا عايزاها كده تبقى جوسي وحلوة ومحتفظة بالعصارة بتاعتها. بتديها صدمة كده وبتفرديها في الطاسة. لو نزلت كده في الجنب لازم كل الطاسة تتفرد فيها. بس خلي بالك من حاجة، ما تقلبيش الفراخ على طول، سيبيها كده تتصدم لما تاخد اللون الابيض من تحت، لانك لو قلبتيها درجة الحرارة بتاعت الطاسة هتنزل، وبالتالي السخونية اللي فيها هتقل، فبالتالي الفراخ هتنزل المية اللي جواها. انا عايزاها كده تتصدم وتفضل سخنة. نزلت عليها، انا عاملة بصلتين كبار كده مقطعوهم شرايح صغيرة جوليان زي ما احنا شايفين كده، وتقلبي البصل في الفراخ تقليبة حلوة كده من تحت لفوق. عايزة الفراخ دي كلها البصل يبقى فيها. وبعد كده جبت قرن فلفل واحد، عايزاه سبايسي عايزاه حلو براحتك، دي حاجة ترجعلك. انا حطيت قرن فلفل واحد حلو، ما حطيتش سبايسي. ونزلت على الفراخ بتاعتنا بالبصل، وهنقلب ده تقليبة كويسة كل ده. والنار بتاعتنا عالية، النار بتاعتنا دلوقتي مش هادية، عالية عشان الفراخ ما تنزلش المية. بعد كده خلاص مجرد ما الفراخ بتاعتنا اتشمعت وعملت لها صدمة وقفلت المسام بتاعها وطيت عليها، خدت بس مني 10 دقايق. زي ما احنا شايفين كده في الصورة، ده عيش التورتيلا. اي نوع عيش تورتيلا عايزة تجيبيه ده حاجة ترجعلك يا حبيبتي. انا جبت عيش التورتيلا ده، الكيس ده فيه 5، كان ب35 جنيه. وده الموتزاريلا. طبعا الموتزاريلا كذا نوع زي ما انتي عايزة، في الاطباء وفي الحمد وفي المراعي زي ما انتي عايزة، بس انا دايما بستعمل الحمد او الاطباء، تبقى جميلة جدا جدا. ما جربتش المراعي بس بيقولوا حلوة، بس ما لقيتهاش. طبعا الفراخ خلصت وسبتها كده. جبت عيش التورتيلا بتاعي ورحت حطيت واحد كده في الطبق، ونزلت عليه بصوص الرانش. صوص الرانش ده خلي بالك حادق، ما تكتريش منه. اي صوص انت عايزاه، ممكن مايونيز، مستردة، اي صوص انت بتفضليه وبتحبيه. بس لو حطيتي صوص الرانش ما تكتريش منه، لان فيه نسبة ملوحة عالية. وطبعا الفراخ بتاعتنا حاطين لها ملح وكده، فمش عايزينها تبقى حادقة قوي. حطيت معلقة كاتشب، يعني قيمة معلقة كده، وبتعملي بظهر المعلقة بتفردي اللي هو صوص الرانش مع الكاتشب،
وتنزلي ب3 معالق فراخ. هو ممكن اقولك كتري، بس هو 3 معالق حلو قوي، عايزه تحطي 2 برضو براحتك. زي ما احنا شايفين كده، وبنجيبه في الاخر. ومعايا طبق جبنة موتزاريلا، عاوزة تحطي جبنة شيدر، جبنة رومي، بس الجبنة الموتزاريلا بتديها طعم كده ومطة حلوة قوي. كتري كده الجبنة الموتزاريلا في الرغيف بتاعك. لو عايزة الاكل بتاعك يطلع حلو اظبطيه وكتري فيه كده، ما تستخسريش حاجة. انا حطيت كده شوية جبنة موتزاريلا حلوين. بعد كده هعمل ايه؟ بتمسكي الطرف التاني بتاع الرغيف زي ما انت شايفة كده، وبتقومي تضغطي عليه، تحطيه في جنب كده على ما تكملي الكمية كلها. بعد كده انا هعمل، فمش هطول عليكم، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. طاسة على النار، حطيت فيها مكعب زبدة وقدحته كويس قوي قوي، يعني سخنت الطاسة كده، وجبت عيش التورتيلا، وبعد كده نزلت على الزبدة المتسخنة في الطاسة زي ما احنا شايفين كده. لما بتيجي تحطي الزبدة، حتى لو انتي حاطة فيها التورتيلا، تحطي من ورا خالص، لان هيبدأ يسيح وينزل على تحت، ما تحطيش من تحت. وبتجيبي كده بتضغطي عليها كويس قوي. الضغطة دي يا جماعة بتخلي الجبنة الموتزاريلا تسيح مع الفراخ، بتضغطي عليها قوي كده مع الحرارة اللي طالعة من تحت بتسيح. بتضغطي عليها كويس قوي قوي. بعد كده بتقلبي زي ما انت شايفة كده. انا شفت التاني لقيته لسه محتاج شوية، وبعد كده ضغطت عليه، وبعد كده هقلبه، وما يخلص هطلعه. ده دور تاني، خلصت الاتنين الاولانيين، دخلت على اللي بعدهم. وده شكلها بعد ما خلصت. يعني عاوزة اقول لكم جميلة جدا جدا جدا. طعمها كان تحفة. اكلة حلوة قوي قوي. الوصفة دي ممكن تعمليها بلحمة مفرومة، مش شرط تعمليها بفراخ. ممكن تقطعي جبن في اللحمة او في الفراخ وهي في الطاسة، دي حاجة ترجع لك. اكلة سهلة سريعة، وسهلة جدا جدا. وممكن تعمليها على الغدا، ممكن تعمليها في عزومة، ممكن تعمليها على العشاء، ممكن وانتي نازلة النادي او نازلة اي كافيه تقعدي فيه، ممكن تاخدي وجبات للاطفال زي دي، جميلة جدا جدا. وبعد كده قطعتها من النص زي ما احنا شايفين كده، بتبقى زي المثلث، جميلة جدا. وعايزة اقول لكم ان الفراخ جوسي من جوه وجميلة وطعمها حلو قوي. والتورتيلا اللي هو العنصر الرئيسي بتاعنا النهاردة كان طعمه تحفة تحفة، يعني كلها على بعضها كده كانت جنان. شايفين الجبنة، شايفين الفراخ، وشايفين شكلها ومستوية وجميلة جدا وحلوة. وممكن لو انتي مش عاوزة تعملي بعيش التورتيلا، ممكن الرقاق الطري، العيش الشامي اللي هو الطري ده، الجلاش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة. اشوفكم على خير ان شاء الله.